هتصدقني لو قلت لك ان شاومي بتاعت الموبايلات عملت عربيه كهرباء وهي اللي واقفه قدامنا دي؟ ومش عملت اي عربيه كهرباء، ده عملت عربيه كهرباء بتمشي 840 كيلو في الشحنه. معانا النهارده الشاومي اس يو 7 الكهربائيه بالكامل. هتقدر تقول قمه التكنولوجي والراحه اللي انت هتشوفها في العربيه اللي قدامك دي. مش تكنولوجي وراحه بس، ده تكنولوجي وراحه وقوه. يعني نستنى كده الناس تخش الاول علشان هوريك بونبونايه 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 بونبونايه. اهي الناس دخلت، يلا. معانا النهارده عربيه كنا مصورها لكم تقريبا من حوالي اسبوع. قلت ما الفيديو يتمنتج ويشتغل وبتاع ويتبعت للشباب في مصر، قلت افتح لكم لايف عليها لحد ما الفيديو المفصل ينزل ليها. الاول ازيكم، اخباركم؟ لو الصوره واضحه والصوت واضح بنحبك يا توني، والقلب الجميل واللايك الجميل وانت داخل. قلت افتح لكم كده لايف كده اخر اليوم عشان نشوف البونبونايه اللي ورايا دي. الصوت واضح عندك يا احمد؟ طيب نخش كده سريعا على مواصفات العربيه. انا عايز بس اوريكم حاجه حلوه الاول في العربيه دي. الصوت واضح والصوره واضحه وكله تمام. يعني 160 واحد على اللايف ومحدش قال لي ازيك يا توني ولا صباح الخير يا توني ولا كل سنه وانت طيب يا توني ولا الصوت حلو يا توني ولا اي حاجه يا توني. جاب لكم من بنايه يا جماعه، محدش صور لكم كده. يعني لو الصوت واضح بنحبك يا توني. افتح لي يا باشا كده الكبوت، معلش اوري الناس بس الاول كده، ابتدي بوش العربيه الاول. بصوا يا جماعه، العربيه دي فيها اكبر مساحه تخزين هتشوفها في عربيه كهرباء. مبدئيا كده ده حوض العربيه الكهرباء، ده حوض العربيه او مساحه التخزين الاماميه اللي في العربيه الشاومي. انا ظاهر عندي 249 واحد على اللايف ومفيش لايك وشير ومفيش ازيك يا توني ولا بنحبك يا توني. جايب لكم بونبونايه بتمشي 840 كيلو، 840 كيلو. بنحبك يا توني لو الصوت واضح علشان ما حدش يخش يبوظ علينا اللايف. فلو الصوت واضح بنحبك يا توني، بس كده. طيب دي اكبر مساحه تخزين هتشوفها في اي عربيه كهرباء. مساحه التخزين دي بتوصل ل 115 لتر. تقدر تستخدمها كمساحه تخزين وتقدر تستخدمها كايس بوكس. حلو الكلام. طيب العربيه دي بصوا بقى يا جماعه، الفاونديشن اللي احنا كنا مصورين العربيه الفيرست اديشن اللي احنا كنا مصورينها، لكن دي مش فيرست اديشن. العربيه دي بتطلع 838 نيوتن متر على قوه العزم بتاعتها، وعامل لك هنا قوه المواتير بتاعتها بيفتخروا 495 كيلو وات و21000 ار بي ام. العربيه دي يا جماعه بتجمع من 0 ل 100 في 3 ثواني. انتوا متخيلين؟ هم 2.8 بس احنا بنقول 2 ثانيتين و9 من 10. 3 ثواني، هم قايلين 2.8. بتنزل الاول عشان بس الناس تبقى عارفه وسائل الامان اللي بتنزل في العربيات الصيني. بتنزل بجونت 20 245 على 40. بتنزل بساوند بسيستم بريكات وانظمه امان بريمبو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اعلى كده وانت بالاير سسبنشن. العربيه العفشه بتاعتها كلها اير سسبنشن زي ما انتم شايفين كده. العربيه بتعلى اوطى تاني كده. بصوا يا جماعه، ورا وقدام اير سسبنشن. انزل، بصوا بتنزل ازاي العربيه. طبعا فيها انظمه قياده اللي انت ممكن تعلي العربيه وتوطيها حسب الطريق اللي انت بتمشي فيه. يعني لايك وشير كده وانت واقف، لايك وشير كده وقلوب. جايب لك شاومي، يعني لايك وشير وقلوب وبنحبك يا توني. انا مش عايز حاجه، اضغط على مناخيري كتير كده هتطلع قلوب ولايكات وكلمه حلوه من القلب، بنحبك يا توني بس. طيب كان في اشاعات اول ما اخترعوا العربيه دي او اول ما اتصنعت. اشتغل على نفسك لغايه ما تطلع صوتك في العربيه. لا ما انا طيب كان اول ما اخترعوا العربيه دي ونزلوا عليها الاعلان الرسمي، كان ظهرت بعض الفيديوهات ان العربيه دي المفصله دي بتعمل تزييقه. تمام، اهي العربيه اهي. طبعا ما فيش حاجه من غير عيوب، بس انا اقول لكم عيوب العربيه. عيوب العربيه دي ان لحد النهارده السيستم بتاعها والسوفت وير، طبعا هي بتدعم الابل كار بلاي زي ما انتم شايفين كده، بس السيستم كله واللغه بتاعتها باللغه الصينيه. وده عيب انا شو يعني قايله في الفيديو بتاعها المفصل. بس اللغه والحاجات دي كلها هتتحل زي العربيه الزيكر 001 اللي احنا جبناها للدكتور صاحبنا الشوجر دادي حبيب قلبي بتاع البحرين. فاللغه كانت صيني، كانت دلوقتي بقت شغاله انجلش. فانت ادي عربيه جديده، اديها 3 شهور 4 شهور لحد ما اللغه بتاعتها تتحول انجليزي، لحد ما يخشوا كده على السوفت وير بتاعها. افتح لي كده السبويلر اللي ورا. بصوا برضو انا عايز بس اخدكم لفه سريعه من العربيه كده من بره.
شكلها من ورا انا شايف شكلها من الخلف احسن من شكلها قدام، يعني شكلها من ورا حلو جدا. اللايت برده كله بينور. بص برده هتلاقي بصمات هنا. افتح كده السبويلر تاني. بصوا هنا يا جماعه تحت السبويلر برده هنا، عشان بيفتخروا بال 838 كيلو العزم نيوتن متر، وبيفتخروا ان هم حاطين مواتير 495 كيلو واط و21000 ار بي ام. فهو حاطط لك البصمات دي كلها في كل حته من ورا في الشنطه. 838 كيلو العزم ده يا جماعه قوي جدا. افتح لي الشنطه، ايه رايكم في شكلها من ورا؟ يعني ناخد اراء برضو العيله بتاعتنا اللي بتتفرج على الفيديوهات. مساحه الشنطه بتاعتها 605 لتر. العربيه دي فيها فيتشر عجبتني جدا، وهو لما نخش جوه اوريها لكم ان كل حاجه معموله جوه العربيه، ان انت ممكن تركب اي اكسسوارز فيها. اللي فيكم تابع الاستوريات بتاعتنا، احنا كنا صورنا عربيه تانية كانت جايه بالاكسسوارز بتاعتها كلها. انا يا رب تطلع اللي في بالي دي، يا رب تطلع اللي في بالي. ما تيجي تساعد اخوك يا ابو الصحاب، معلش تعال افتح لي دي كده. يا رب تطلع اللي في بالي، يا رب تطلع اللي في بالي. هوريها لكم. في شهاده بتطلع من شاومي مع كل عربيه، زي شهاده زي ده الفاوندرز اديشن. فاوندرز اديشن اللي احنا بتنزل ببطاريه 101 كيلو واط. على المواصفات الصينيه والمقاييس الصينيه العربيه دي بتمشي 841 كيلو، لكن على المواصفات الاوروبيه فالعربيه كاتبه لك برده في الشاشه هنا. هوريك كل حاجه من الخامات من جوه. بصوا هنا، لو على المواصفات السي ال تي سي اللي هي المقاييس الصينيه تمشيك 516 كيلو وهي فيها 69%. اما لو دوست كده هنا تاني هتلاقي هنا جنبيها 396 كيلو، دي على المقاييس الاوروبيه او المواصفات الاوروبيه اللي بتعتمدها اوروبا. فانت الصين عندنا بيقيسوا الحاجات دي. السي ال تي سي دي اللي هو بيقيس لك السرعه العربيه تمشي كام كيلو على سرعه مثلا 70 سرعه 80، طريق ما فيهوش جبال، طريق ما فيهوش منحدرات، الحاجات دي كلها. تمام. طيب عشان برضو اقول لكم ابعاد العربيه لغايه ما نخش من جوه كده. العربيه دي طولها 4 متر و90 سنتي، عربيه طويله مش صغيره. العرض بتاعها متر و90 سنتي، ارتفاعها من الارض متر و49 سنتي، وقاعدة عجلات حلوة برضو مش صغيرة. قاعدة العجلات بتاعتها 2 متر و8 سنتي زي ما انتم شايفين كده. بتنزل بجانت طبعا بجانت 20، وفي فئة منها بتنزل بجانت 21. ده بس كده ايه من بره. تمام. العربية طبعا زي ما انتم شايفين كده المرايات كلها بتنزل بتاعتها فريملس زي ما انتم شايفين، زي مرايات البوليستار. العربية اللي بتنزل من بوليستار اللي هي من دي ان ايه بتاع فولفو. تمام. بتنزل بكاميرات 360. بصوا هنا في كاميرات، الرفرف فيه كاميرا. الفئه بتاعه الشاومي الاس يو 7 هي نازله تنافس تسلا موديل 3، اللي هم عاملين الفئه دي عشان تنزل تنافس تسلا. طبعا في مرايات هنا، في كاميرات سوري في المرايه في الازاز من قدام. وهنا عندك تكنولوجي اللادار، مش رادار. تكنولوجي اللادار هي تكنولوجي متقدمه زي الافاتار. العربيه وشها حلو من قدام، بس انا عاجبني ظهر العربيه اكتر من الوش. طبعا كلها كاميرات 360 سنسور قدام. البيانو بلاك حلو جدا مع اللون بتاع العربيه ده لون سن الفيل زي ما بيقولوا. ناخدكم بقى جوه واوريكم بقى جوه دلع اكتر من بره. طبعا الخامات كلها هنا طبعا ده كله جلد، نقدر نقول جلد مقلوب، مش جلد ولا الكونتورا، جلد مقلوب. بيبان عاديه تقليديه، بيبان طبعا كهرباء، بيبان كلها بتنزل فريمليس، ازاز كله دبل زي ما انتم شايفين، طبقتين ازاز فوق بعض. بصوا خامات مهتمين بيها جدا. اللي انا لاحظتها اول حاجه بخش عليها، مثلا لو جيت بصيت على السقف بتاع العربيه هتلاقي كل السقف ده الكنتوره. المعلومه عايز اقولها للناس ان العربيات دي يا جماعه مش مصنوعه للشعوب بتاعتنا او مش مصنوعه لينا احنا. العربيات دي مصنوعه للشعوب الصينيه او للشعب الصيني. فلما تيجي تستورد عربيه، تعالى قارن بدون ذكر اسامي حد، تعالى شوف عربيه وكيل بيجيبها بمواصفات اوروبيه او مواصفات خليجيه او مواصفات مثلا اللي بتنزل عندنا في مصر، وتعالى جيب العربيه اللي بتيجي من الصين. هتلاقي العربيه اللي بتيجي من الصين الاوبشن المواصفات اللي فيها والخامات اعلى من اللي بيجيبها الوكيل. مش بقول لك الوكيل بيسترخص او الوكيل بيجيب حاجه رديئه، هو الوكيل مجبر يعمل كده وغصب عنه يعمل كده. ليه؟ لان الوكيل هديكوا التيتا، هديكوا اللي محدش هيقوله لكم. اي عربيه من اللي انتوا شايفينها دي قدامكم بتخرج من الصين، لازم العربيه دي تدخل الصين وترخص باسم مواطن صيني، علشان في دعم الحكومه الصينيه بتديه للمواطن الصيني ده، وان كان مثلا 10000 دولار.
فالعربيه بتخرج من المصنع، مفيش تاجر يقدر يشتري عربيه من المصنع ويقول لك انا تاجر وبقدر استورد عربيه من الصين اجيبها لك اي دوله انت عايزها. قول له انت كذاب. مفيش تاجر في اي دوله يقدر يتعاقد مع المصنع غير الوكيل اللي في الدوله اللي انت فيها. فالعربيات دي بتخرج تترخص باسامي ناس صينيين، يرخصها عنده وهي زيرو، ما يمشيش بيها. بعد ما يرخصها بشهر يروح مقدم طلب للحكومه ان هو هيقدم ورق العربيه او هيقدم العربيه او هيصدرها، فياخد العربيه يديها لشركه تانية يبيعها لشركه، والشركه دي بتبقى متعاقده مع التاجر ده، والتاجر ده بياخد العربيه يصدرها على اي دوله. الوكيل بقى بيعمل ايه؟ الوكيل بيخش على المصنع على طول، فيلاقي الكوست بتاع العربيه غالي. مثلا العربيه زي دي انت بعد ما تشتريها من الصين او المواطن الصيني يشتريها بالدعم تقف عليه ب $30,000. الوكيل يعمل ايه؟ الوكيل هيشتري نفس العربيه يلاقي العربيه يقف عليه ب 40. طب ما انت الاستيراد الشخصي بيجيب 30. يقول له لا اصل انا مدي المواطن بتاعي مديله دعم فمش هيقدر ينافس معاك. علشان كده الاستيراد الشخصي بتلاقي العربيات اعلى في المواصفات عن الوكلاء اللي بيستوردوها وارخص في الاسعار. تلاقي عربيه زي دي لو ليها وكيل مثلا هنا في الامارات او في مصر، فهتلاقي عربيه زي دي مثلا هي بتتباع ب 230,000 درهم مثلا هنا. تلاقي الوكيل مثلا بيبيعها ب 400. هو غصب عنه مش قادر ينافس الاستيراد الشخصي. عشان كده الاستيراد الشخصي بيتحارب. المعلومات دي والله ما حد هيقولها لكم. فالعربيات اللي بتخرج من الصين كلها بتخرج مستعمله، مش مستعمله كماشيه كيلو متر، لا هي مستعمله لازم تترخص داخل الصين عشان المواطن ياخد الدعم وبعد كده يقدر يصدرها. دي الليله كلها. نخش بقى على العربيه اللي احنا سايبينها. الخامات زي ما قلت لكم كلها الكنتوره زي ما انتم شايفين كده. الكراسي بتاعتها حلوه جدا، طبعا الكراسي فيها تسخين وتبريد. بصوا يا جماعه، اكتر حاجه عجباني في العربيه والله بدون يعني انا مش هشتريها ولا بقول لك تعالى اشتريها انت، انا مش تاجر. العربيه خاماتها حلوه، يعني لو ركزتوا كده هنا بصوا يا جماعه خامه الجلد هنا ده كله جلد. الخامات مصروف عليها. العربيه دي علشان تطلع ال 600 وشويه حصان اللي بتطلعهم في حاجه اسمها هنا زرار الدرايف مود. ده فين المفتاح؟ هي كده شغاله. انا ما خدتش بالي. جبت دي انت في زرار الدرايف مود ده لو دوست عليه لمده ثانيتين كده بيطلع لك هنا على الشاشه عداد او تايمر. التايمر ده بيعد معاك من اول ثانيه لحد 20 ثانيه، يقدر يخرج معاك ال 600 وشويه حصان اللي بتطلعهم من العربيه. فهو ده عشان كده متفوقه شاومي في العربيه دي. الشاشه اللي قدامنا دي شاشه كلها مقفوله بنظام اندرويد بتاع هواوي شاومي، ولحد دلوقتي اللغه بتاعتها صيني. فالعربيات اللي نزلت كلها من شاومي كلها صيني، ونفس المشكله بتواجهنا وبتواجه معظم ملاك العربيات الصيني ان مفيش اي ابلكيشن. لازم زي ما عملنا في الزيكر كده تخش على سيرفرات وحد يفتح لك يعمل لك كراك للعربيه، وقصص كده كتيره بتتعمل. تمام. العربيه زي ما انتم شايفين كلها هيد اب ديسبلاي، اي حاجه ايديك هتيجي عليها فهي من الجلد. حاجه تانية صورتها لكم في الستوري، شايفين يا جماعه البصمات دي؟ هي البصمات دي مديه شكل ديكور وانت شايفها كده، بس لو جيت بصيت كده هتلاقي راس مسمار او راس نجمه. الانكي نجمه. في هنا بتتفك الالانكي ده والغطا ده بيتفك، بتركب تحتيها اكسسوارز زي اللي انا العربيه كنت مصور لكم اول امبارح اللي لونها اسود كان بيركب انا حامل موبايل. هتلاقي هنا في المرايه برضو زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي هنا بيركب حامل موبايل، تقدر تركب حامل موبايل ورا الشاشه. في هنا اكسسوار بتركب ليها زراير زي اللي كنت مصورها لكم برضو، نفس القصه برضو هناك، نفس القصه برضو في المقابض دي. بصوا يا جماعه السقف كله الكنتاره، ده كله جلد طبيعي، شايفين ده كله جلد طبيعي. طبعا امبيانت لايت. العربيه ممتازه. الخامات المستخدمه كلها هنا طبعا من الخشب، علشان الخشب مواد مستدامه، فالعربيات الكهرباء صديقه للبيئه. هنا طبعا مساحه تخزين. بصوا بقى في حاجه تانية هنا صورتها لكم برضو في العربيه السوداء. في هنا مكان بيركب للمعطر، ممكن تركب معطر. احمد المايك بتاعك شغال. تعالى بقى صورني كده عشان اوريهم التلاجه اللي ورا دي. بصوا هنا بقى في تلاجه، العربيه واسعه من ورا مش صغيره. انا مرجع الكرسي ده عشان انزل لكم بس اوريكم المعطر. تعالوا كده اوريكم بقى ايه الخامات ورا زي الخامات قدام. حلو. بصوا بقى هنا كده معايا، صورنا. بص والله خلاص هصورنا. بصوا يا جماعه هنا انت ما تلاقيش نادرا جدا لما تلاقي في عربيه الحته دي كلها جلد، يعني العتبه بس دي اللي بلاستيك. الخامات مهتمين بيها قوي قوي قوي،
يعني هنا جلد الكنتارة او جلد مقلوب نفس خامة الباب، وهنا فوق جلد، والسقف كله الكنتارة زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا مخرجين تايب سي، وهنا في تلاجة، عاملين لك تلاجة الله سقع تمام، تحط فيها بقى ازازة مية، تحط فيها اي حاجة. عربية ذكية جدا، عربية ذكية جدا. وطبعا يعني هنا برضو كمان هنا بيركب اكسسوارز، بيركب عليها تاب، علشان لو انت معاك اطفال بيركب جراب فيه تاب، والجراب ده تقدر تحط التليفون بتاع التاب بتاعك يشحن. دي برضو من ضمن الاكسسوارز تتباع للعربيه الشاومي. هنا برضو اللي بتركب طبعا وسائل الامان مش هنتكلم عليها لان العربيه كلها زي ما انتم شايفين كده. مستني رايكم، يعني قولوا لي رايكم فيها ايه. تمام. انا بكلم نفسي يا جماعه ولا ايه؟ حد سامعني؟ الحبه كاتوني اي حاجه، لايك وشير واي حاجه اي حاجه. طبعا العربيه نازله على البروتوكول الشحن الصيني. العربيه دي تقدر تشحنها على شاحن بطيء بيخرج 7 كيلو واط تقريبا في حوالي 11 ساعه لو فاضيه خالص، وعلى الدي سي تشارج تقدر تشحنها في حوالي تقريبا 58 دقيقه، يعني ساعه لو فاضيه خالص، على محطه بتخرج 50 كيلو واط من 40 ل 100%. العربيه شكلها من ورا حلو. دي كلها مواصفات الشاومي، يعني اظن كده انا بعد اللايف ده مش هعمل الفيديو بتاعها لان انا شرحت كل حاجه فيها. فقولوا لنا رايكم كده ايه، شكلها حلو. طيب سعرها كام؟ عشان انا مش فاكر بقى الاسعار دي. كان سعرها كام؟ كان 200 كنت قايل كان 220. لا كان قايل 220 تقريبا. 220 هذا سعر تصدير. طيب العربيه دي سعرها هنا عند التجار، ومش برشح لك تاجر معين، انا عند الراجل بصور له، مش عامل له اعلان، بس انا جاي بصور عربيه ليكوا انتوا، يعني عشان وانت بتشتري تبقى انت عارف. العربيه دي سعرها هنا بيتباع انت وشطارتك من اول 210 و200 الف درهم سعر تصدير لحد 220 الف درهم سعر تصدير. مش برشح لك تاجر معين، لو انا اعمل اعلان لحد ولا كان اعمل اعلان لحد. تمام. طبعا كاميرات في كل حته. قعده العربيه حلوه مش وحشه، وقعدتها مريحه جدا. لسه الصين هتبهرنا، ولسه ياما هنشوف. والتكنولوجيا النهارده بتاعت الصين يعني نقدر نقول بقت رقم واحد في العربيات الكهرباء. النهارده الصين عملاق عمال يتجول ومحدش عارف يوقفه. قولوا لنا رايكم يا جماعه، يعني ايه رايكم؟ ايه رايكم في العربيه؟ وانا مش بجبرك وبقول لك تعالى اشتري عربيه كهرباء، انا بقول لك من مميزات العربيه الكهرباء ايه. بقول لك العربيه الكهرباء هتركبها هتبقى 1 2 3 مفيده في كذا، وحشه في كذا، حلوه في كذا. ولا بطلع اقول لك تعالى مش عارف ايه عشان مش عارف ايه، لا. ومش محتاجين نتكلم، اسال اي حد اشترى عربيه كهرباء شوف رايه ايه كمالك سياره كهربائيه. اكيد تعرف قريب ليك، اكيد تعرف صاحب ليك. انا بوريك العالم بيفكر فين، عشان الناس بس اللي طالعه حافظه كلمتين. سيارات الكهرباء قنبله موقوته. احنا في الخليج اهو، فاكتر من كده احنا الواحد بيشر ميه زي ما انتم شايفين. افاتار 12 اهي صيني. الصين يا جماعه اهي افاتار 12. عندك شاومي تانية، عندك اي دي 4، كل ده الصين، كل ده الصين اللي عاملاه. الشيري الاي كار اللي انا مصورها لكم الصبح دي الفور ويل. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي اهي منوره الدنيا والله. افاتار تانية لونها اسود الصين. بي واي دي تانج اللي بيفكر في عربيه عائليه 7 مقاعد، بي واي دي تانج ممتازه جدا. زيكر 001 الصين. عربيه الشوجر دادي حبيب قلبي بس دي كانت مراجعه سريعه، واللي انت كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. صح يا محمد؟ صحيح. بعدين في حاجه حلوه هنا عاملين. قول لي. احنا ما اتكلمناش على اوبشن الشاشه عشان صيني، بس انت ذاكرتها انا عارف. طبعا يعني في امور تقريبا بديهيا انت ممكن تتعامل معها حتى لو اللغه صيني. في اغلب السيارات اصبحت الان يعني عندك هذه واضحه انه هي درايفنج اوبشنز، هذه واضحه انه هي اللايتنج، هذه واضحه انه هي الكويك سيتنجز، يعني ما مش محتاجه كثير. لكن الشفيع الاكبر لهذه السياره انه انا مجرد ما شغلت الابل كار خلاص مش عايز الشاشه في حاجه. انا مش محتاج الدنيا هذه كلها. كونكتيفيتي، الواي فاي شغال، ال 3 جي شغال، امور الكونكتيفيتي ممتازه. فهذا شيء مهم جدا بالسياره. عاملين لك هنا بروتكشن من الشمس. شوف لما اطفي السياره بصوا يا جماعه الحركه دي، بصوا الحركه نسيت اصورها لكم. بصوا الشاشه قلبت ازاي، واعطاني الشعار. والان هي محميه من الشمس ومحميه من عوامل الجو، وهذا شيء برضه ممتاز. دور تاني، دور تاني، خصوصا في البلاد اللي زي هذه. بصوا لما يدور الشاشه هتقلب ازاي. بس نحط الكرت. شايفين؟
شايفين الصين بتفكر ازاي؟ ولسه هنشوف. عشان ما اطولش عليكم، اعمل لصاحبك اللي معاه عربيه بنزين، واعمل لصاحبك اللي معاه تليفون شاومي، قول له انت ماسك تليفون شاومي يبقى لازم تركب عربيه شاومي. يلا السلام عليكم.